يستعد محبو الجزء الأول من فيلم الرسوم المتحركة كارز أو سيارات، والذي انطلقت نسخته قبل 5 أعوام، لمشاهدة الجزء الثاني من الفيلم بعد أيام خلال الشهر الجاري في دور العرض الأمريكية. بعد 5 أعوام من عرض فيلم الرسوم المتحركة كارز الذي نال إعجاب الملايين حول العالم، تستعد شركة بيكسار الأمريكية للرسوم المتحركة لإطلاق الجزء الثاني من هذا الفيلم خلال الشهر الجاري. ويتابع الجزء الثاني من فيلم كارز أو سيارات الصداقة التي نشأت بين سيارة السباق لايتنج ماكوين وسيارة القطر ماتر، حيث تشترك الاثنان في بطولة سباق عالمية، إلا أن العقبات تعترض طريقهما لتدخلهما في مغامرة غريبة تتعلق بالتجسس. كارز 2 جسد أصوات الأبطال فيه كل من الممثل أوين ويلسون، حيث يقوم بدور سيارة السباق لايتنج ماكوين، أما الممثل لاري ذا كيبل جاي فيقوم بدور سيارة القطر ماتر، بالإضافة إلى الممثلة إيميلي مورتايمر. الفيلم من إخراج جون لاستر، وهو أيضا مدير شركة بيكسمار المنتجة للفيلم، الذي من المقرر عرضه في دور العرض الأمريكية في 24 من الشهر الجاري.